ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وخير. دايما معاكم جو من قناه كرشبوي. حبيب قلب عم زوق العالمي صاصه. حبيبي يا جو. حبيب قلب عم زوق العالمي كوكو. حبيبي يا جو. اليوم فيديو المفروض وان شاء الله ان هو يبقى عالمي، وانه من سلسله ولا من شاف ولا من ديل. والسلسله دي في عجاله ان احنا بنجرب مطبخ من مطابخ البيوت، ولكن النهارده مش مطبخ بس، النهارده مطبخ بتاع شيف تلفزيونيه مشهوره بتطلع في قنوات مصريه كتير. طبعا مش هنقول اسمه دلوقتي الا لو الحاجه عجبتنا وخدت فوق ال5/10، وجبنا عم صاصه طبعا علشان ياكد على راي انا وعم كيرو. وعايزين ايه يا عم صاصه؟ اللي موبايله بيرن ده هيترفد. اطفي بقى كل ده هنزله عشان اهو جاي يبوظ لنا الدنيا. وايه بقى عايزين ايه يا ولاد؟ عايزين 20,000 لايك ونشير الفيديو في كل مكان. واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الكاميرات عشان يوصلك كل جديد. هنجيب لكم كل ما هو جديد، اوعوا تروحوا اي حته. وها قد حضرت الاشياء اهي قدامكم، مش هنطلعها عشان في اللوجو بتاع المطعم. هنظبط الحاجه دي كلها ونرجع لكم على طول، واوعوا تروحوا اي حته. واول حاجه معانا من هذا المطبخ اللي ولا من شاف ولا من دري، زي ما انتم شايفين كده، دي فراخ بالكريمه والمستردة ومعاها شويه رز، وريحه الفحم واضحه قوي، صعبه يعني ما شاء الله، مغرقه جلية. الاستوديو. ده الباكينج بتاعهم، بيبقى فيه معلقه ومنديل، طريقه احترافيه جدا. شكله حلو فعلا. سعره 125 جنيه هذا الطبق. يلا بينا يا ولاد. عندك في فلفل الوان برضو مع الوجبه، عباره عن فلفل الوان وزيتون، لا ده مشروم. مشروم فريش وبصل. هو فين الفراخ؟ طب لا في فراخ، لا مليان فراخ. طب هل هندوق الرز الاول عشان يلا بينا يا ولاد. احنا خدنا مقلب في الرز كتير لا ده شكله ما شاء الله وريحته. يلا يا ولاد. يلا. فين البهارات؟ بس الرز الشوي جامد قوي فيه، بس يعني البهارات ضعيفه. بهاراته ضعيفه قوي، هو بس الشوي طبعا واضح قوي، جميل قوي. الشوي هادي قوي. الشوي، لا الشوي هادي يا نهار انا ابيض. بقول الطعم بتاع الرز هادي قوي. كتتبيله انا مش حاسس لا ان مفيش في توابل، هو مفيش الاعتماد على الفحم. هو الفحم بس، حاطه فحمايه وبس. ما هو خد بالك، هو الاعتماد انه ايه، ان انت بتحط صب من هنا لهنا. أيوة، بس احنا صح. هندوق ده لوحده برضه. ماشي. مدوا ايديكم يا رجاله. ده زيتون مش مشروم، طلع زيتون. الزيتون اللي هو الاسود اللي قلبه من جوه اخضر، والزيتون ده ما بيبقاش افضل حاجه. لطيفه، بس الزيتون مدي مراره رزله، وانا خدت زيتونيه كبيره. الزيتون مش افضل حاجه، النوع مش كويس يعني. كريمه خفيفه شويه شويتين. احنا معانا شيف تقيل النهارده. احنا معانا شيف تقيل النهارده يا جماعه. يعني نلم الليله. نلم الليله. والله لذيذ، بس مش الريحه اللي انا كنت مستنيها، اللي انا شاممها. الريحه اجمد من كده، ريحه اقوى من الطعم. البصل كمان لسه حي، بيقرمش. فبيقرمش جامد. بص يا باشا، الصوص خفيف قوي. تمام. الفراخ تسويه الفراخ مش 100%. الفراخ ناشفه شويه. بتعض. البصل عايز يستوي عن كده شويه. الزيتون انا كده شربت والله ما انا مش مختلف معاك. الرز حلو جدا الفحم، بس ما فيش توابل. ضايع. يمكن حطيت ممكن مع الرز، معلش عشان نديله حقه. يعني نديله حقه وناخد حقنا. نديله حقه. اتفضلوا يا ولاد. يلا بينا ندوق. الشوي اضاف، ريحه الشوي اضافت، ظبطت هنا شويه الميكس. لما حطوا الصوص مع الرز حي الرز طبعا لوحده ما كانش يتاكل. في الشوي انما البهارات ضايعه. بس الشهاده لله من كلام صاصه بالذات على المطبخ ده، لان صاصه متابع جيد لليوتيوب والسوشيال ميديا، فصاصه كان مديني فيدباك جامده قوي. ده حقيقي. لا انا ما كنتش معاهم في الاختيارات عامه، بس انا لا بقول لهم المطبخ ده جامد يعني. بس حتى الان ما تشدتش، ما اتخطفتش. وانا الطبق ده ما شدنيش. كوكو انا شايف ان الكريمه خفيفه ميه خالص. يعني الفراخ عايز فيها عضه اوريكم برضو. طب والله بس في المعلقه ماسكه نفسها، بس ليه واحنا بس لا بس دي مش كريمه برضه، عشان الواحد ما شوربه كده، شوربه. هي كده شوربه فعلا. والخضار اذا كان بصل او زيتون او عايز يتشوح اكتر من كده، عايز يتقرص عليه. ونوع الزيتون اهو، معلش هوريه لكم، اللي هو الزيتون اللي من بس مش باينه دي عشان عليها البتاع. ما علينا، اللي هو من بره اسود ومن جوه اخضر، فده بيبقى مرشوش. فما لا افضله يعني، ما احطش زيتون خالص احسن. تقييماتكم يا ولاد.
انا زعلان معلش، هتلاقوا وشنا حزنان لان احنا مستنيينك اكتر من كده بكتير. والشيف يا جماعه محترمه فوق الوصف والله العظيم، يعني على دماغنا من فوق، بس انا مستني منك يا شيف حاجات اقوى من كده. ايه يا ولاد؟ انا بالنسبه لي القطه كانت لساننا معلش. لا 4. انا هقول 5. انا خليني ما بينهم هما الاثنين، لان انا فعلا حيران ما بين الرقمين. انا خلينا 4.5 وابقى في المنتصف. هنجيب اللي بعد كده ونتمنى ان هو يعلي على هذا الطبق. بالنسبه للطبق اللي فات بعد ما خلصنا قلنا هي فين المستردة؟ هي فين المستردة؟ ما جاتش. ما حسيتش بطعمها الصراحه. اوعى يكون مش هو ده الطبق واحنا متلخبطين. لا اصل احنا متلخبطين لان يعني مش فاهمين، لان في فراخ كتير في الموضوع، فاحنا متلخبطين مين فيهم ايه، بس هو ده اللي فيه المستردة المفروض. طيب هو اللون كان مصفر شويه بتاع الكريمه، بس طعم المستردة ما جاش خالص، والكريمه ما جاتش. انا حاسس ان مش هو ده الطبق. احنا قلنا ثمن الطبق اللي فات. يا باشا قلنا 120 125 قلت انا في الاول. طب اتفضل قول لنا ده ايه يا باشا. دي وجبه فراخ بالثوم والعسل مع رز ومعاها بابا غنوج، وثمنها 120 جنيه. 125 جنيه. 125 جنيه ربع فرخه صغننه. ما اعرفش، انا كنت متابع فيه وجبات تاني في نفس المطبخ ده بتبقى برضه عمال تقول لي الاسعار جميله قوي. ربع فرخه برضه بالرز والتوميه او ماشي ايا كان ب 80 جنيه. فكان السعر عاجبني صراحه، يعني كنت حاسس ان السعر مناسب. يا شيف احنا لسه ما قلناش الاسم، فمش هعرف اقول لك اسمك دلوقتي. ليه بتغلي واحنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ ممكن دي تكون حاجه تانية تكون غيرت. ماشي يلا بينا ندوق ربع الفرخه دي. لا الرز الاول. الرز هو يا جماعه، بس لو هو التعليق على الرز بقى هو التغيير المفروض تختلف. يلا بينا. سوري مفيش مشكله اخويا. لا الفرخه احنا من امتى بنقطع احنا الفرخه وزعلانه؟ ايوه ده هي حلاوتها في حماوتها كده. هو رز بطعم الشوي اللي انا عاجبني جدا طعم الفحم اللي فيه، بس لوحده لا، بس ما من غير بهارات طبعا، او في بهارات يعني عشان الواحد ما يبقاش برضو ايه، هو عايز حاجه معاه. مش حاسسها بهارات. طب ممكن ندوق هذا البابا غنوج اللي ريحته طالع منها نعناع وبتاع ده وزبادي. حلو قوي. بص ضرب في الدماغ. الحلو اقول له يا حلو في عيون. يعني انا عايز اقول لك احلى بابا غنوج انا دقته. هو لا يعتبر بابا غنوج، هو في عالمي افتكاسه وعالميه. برافو. ده ياخد 10 من 10. 20 من 10. هيا بنا الى الفراخ اللي المفروض بالعسل والثوم. يا رب تبقى هي اساسا، يا رب تبقى هي، لان احنا مش فاهمين الدنيا. كل واحد يمد ايده يا ولاد. اتفضلوا يقعدوا يتعزموا على بعض. ماشي يا رب تبقى هي. يلا بينا ندوق. طعم الثوم باين طبعا. اول حته اللي انا خدتها مفيش. بص انا عادي لا توم ولا عسل. طعم الثوم كان اصلا الحته اللي فيها كان فيها حته ثوم. انا هاخد حته اهو من القلب. كيرو بيشاور ان فيها تتبيله. ده الفراخ. يا عم ازاي يا عم، ده طعم الثوم قفش. طب انا ماشي، انت خلاص انت قفشته، مبروك. يا بختك، اتمنى ان ابقى زيك. لا انا شايفها هاخد حته. احنا خلصنا الصدر. فين التوم اكتر من جوه هنا، مش هيبقى في حاجه تانية. لا مفيش. لا انا قفشت والله يا جماعه. كيرو يقول انه قفش التوم هنيئا له. طب هو بالتوم وايه؟ بالتوم والعسل. لا في توم العسل ايه؟ ولا عسل. ما حسيتش بعسل، مفيش تسكيره خالص. انا حاسس ان احنا اللي رصين الحاجه غلط ومتلخبطين بس. لا ده في توم، انا حسيت بطعم الثوم صدقني. طيب انا مصدوم بجد. يا ريت بجد تسامحونا والله. ده يا جماعه راينا وذوقنا الشخصي، يمكن هو يكون احسن مطبخ في التاريخ، بس ده على تجربتنا اليوم وذوقنا الشخصي ومسؤولياتنا. احنا بنتكلم عن ذوقنا احنا. لا انا ما انبسطتش ولا ده حتى البابا غنوج عالمي. هنجيب احنا يعني مش متعودين على الفراخ بالدور. بص يا باشا، لجن البابا غنوج ده ندي الطبق ده 5. لا طبعا ما عنديش الكلام ده يا باشا، مش عندنا هنا.
يعني احنا مش متعودين على الفراخ بالثوم، فانت مثلا عملت فراخ بالثوم تبقى حاجة فهتبقى في باينة، افتكاسه تبقى مثلا او حاجه كده تبقى هي ماشيه. بص بس برضه الشهاده لله، عشان انا اتكلمت مع الشيف في التليفون لسه فاكر دلوقتي، معلش انا اسف. قالت لي ان ده صنف جديد فلسه برضه ايه بنجربه. فماشي يا شيف، صنف جديد وبتجربيه. لا العسل طعمه مش باين والثوم طعمه مش باين، والحته الوحيده اللي كيرو خدها كان فيها غالبا توم، فربنا يبارك له فيها والله، مش بسيط له فيها. البابا غنوج بالزبادي بالنعناع ده عالمي، ده عالمي بجد ويتدرس. انت شيف كبيره والحاجات دي طبعا تتدرس. الرز لازم حل ليه على فكره، هو طعمه جميل بس فين البهارات بتاعته؟ مفيش هنا، مفيش حاجه جنبيه حتى تضيف. مش هحط بابا غنوج على الرز. انا مش من اكتر الناس اللي ضايقني الرز عجبني حته الشوي اللي فيه دي، بس اوفر اول الطبق ده ب 125 جنيه، ربع فرخه صغيره مع شويه رز مش متبهرين، بس ماشي ريحه الفحم اللي فيهم حلوه وطعم الفحم حلو، بس لا مش رخيص. لا كتير يعني معلش احنا كده بنتكلم في اسعار مطاعم. هتدوا ارقامكم ايه يا اولاد؟ وهل كلنا متفقين ان احنا مش مبسوطين؟ حتى الان مش مبسوط. هو حتى الان غالبا المطبخ ده اسمه مش هيتقال المره دي، واكيد هيبقى ليه تجارب تانية معانا، بس هنشوف لعل وعسى اللي جاي يشفع. ارقامكم 4 لاجل بابا غنوج ده اللي كل التوب. مش عارف لما اللي احنا نعمل ده اللي سرق القطه. نسيت ان الفراخ لونها ابيض. الفراخ جميله وتسويتها حلوه بس صغيره على سعرها، وفي نفس الوقت الرز ما عجبنيش انا 2. ده انا كده كريم قوي يعني. انا 2 عشان البابا غنوج، وان انا الرز عاجبني الى حد ما. سامحونا بجد والله العظيم، الموضوع ما فيهوش اي حاجه شخصيه، انا مش عايز حد يزعل مني يا جماعه، بس هو ده راي 3 اشخاص. انا كنت متحمس جدا على فكره الفيديو ده، انا مختار ان انا اجي على فكره والله العظيم انا اكتر بكتير من بسبب صاصه. فيلا بينا نجيب اللي بعد كده ونركب نغير عتبه يا جماعه وربنا يستر. زي ما انتم شايفين كده، دي وجبه حمام بيجي معاها حمامه ورز مبهر بالكبده وسلطه، وايه تاني يا عم جو؟ ب 30 قرش ملوخيه، ب 30 قرش سعرها 100 جنيه بس بصراحه سعر الوجبه سعر والله العظيم ممتاز. قبل ما ندوق يعني السعر حلو، سعر مميز جدا. طب معلش انا اسف، ما هو هنا في أيوة في تفاوت، في حاجه فعلا. ازاي الوجبه اللي فاتت ب 125 جنيه ودي حمام وربع فرخه بالكبده مبهر الرز مع الملوخيه ب 100 جنيه. فشيف يعني ايه، معلش خدي بالك سنه من الاسعار لان في تفاوت غير طبيعي. ندوق الرز شكله جامد ده ان شاء الله، يعني ان شاء الله لذيذ، بس فلفل اسود كتير على هادي خالص، والتوابل برضو ضعيفه قوي برضو، والبصل برضو ني، فالبصل ايه تلاقيه بيقرش معاك. يلا كبده كوكو، يلا. دي كبد وقوانص على المصاصه ولا كبد بس؟ لا المفروض كبد وقوانص، انا اللي شايفها او كبد. ممكن تكون كبد. هو بص قريبا ايه الحاجات كبد حمام. اكيد لا، متهيألي دي كبد فراخ. لا انا حاسسها كبد حمام. حمام. برافو. وكميه كبده ما شاء الله يعني، ده الحماميه فيها بتاع 5 كبد بقى. مبسوط من الكبده، مش مبسوط من البصل الني للمره الثانيه، مش مستوي كويس. كان عايز يتشوح اكتر من كده. الرز برضو التوابل على الهادي والفلفل الاسود بالنسبه لي كان هو اللي غالب. يلا ندوق الملوخيه. يلا بالراحه على الملوخيه اللي ما جاتش. بالراحه. يلا يا ولاد يلا بينا. لطيفه حلو، مسكره يعني مسكره وجميله، والتومه بتاعتها حلوه. لا حلوه بس يعني تزيد. زودونا يعني، انتوا مش هتخسروا حاجه لما تزودونا 20. تزيد لان هي يعني مش مستحمله، بس السعر طبعا عالمي. طب هندوق الحمامه ازاي؟ ما احنا جينا للمرحله دلوقتي. اصل صاصه المفروض ما كانش معانا في الفيديو ده، انا جيت برشوت، فهو يعني نورنا طبعا. لا عادي فحتى لو انا وكيرو راينا فاهمني يعني انا مش عارف. بصوا انا طبعا غسل ايدي يا جماعه اهي قشطه والله العظيم، بنغسلها في كل فاصل. فايه انت تقسمها بالنص، تاخده انت نص وتدينا نص يا باشا. اهو يا عم الكبير، واهو يا عم السفلي. ضحك عليا واداني رز بس على فكره. يا باشا اهو بس. لا والله العظيم ده انا غلطان، دي اكتر حته بحبها عشان كده اديتها له. بس انا عندي تعليق يعني صغيره جدا. ما شفت عشان انت ما عجبكش الرز. بس على سعرها شغال. السعر بصراحه جميل. يلا بينا ندوق. يلا
الطعم جميل، ولكن الجلده اللي كانت عندي ما كانتش واخده القرمشه بتاعتها، كانت لسه طريه، فقعدت تعض معايا طبعا، فاضطريت ان انا استغنى عنها واشيلها لان مش هعرف ابلعها كده. تعالى ندوج اللحم، الرز والبهارات بتاعته تحفه، حمام درجه اولى. اللحم لطيف، ولكن في حمام مسكر اكتر من كده بصراحه. ايوه يعني عشان ايه؟ عشان نبقى صراحة. نبقى صادقين، لذيذ ولكن مش المسكر. مش الواو. اه يعني كان حمام احلى من كده بكتير قوي. كوكو، انا هقول عليها حلو. كوكو بيقول عليها حلو. عم صاصه مقبول. مقبوله. الرز عادي مع الخضره، الكبده حلوه قوي اللي فيه، بس الخضره مع البصل الني ده وعدم البهارات بتاعه الرز. الملوخيه جميله ب 100 جنيه، سعر ممتاز. ده حقيقي السعر بتاعها حلو جدا. تقييماتكم النهارده احنا انا عايز اسمع اهو. طيب 6 من 10. 5. بص، هو لاجل السعر فانا هتفق في الخمسه. عشان السعر فعلا. انما لو كانت دي اغلى من كده 15 جنيه تاني كنت ممكن انزلها لثلاثه. انا مستني لها على حاجه بصراحه. انا هي اللي شفع لها السعر، ولكنها برضو مش ده اللي احنا منتظرينه خالص. من شيف تقيل زي كده. وللاسف حتى الان احنا فاضل معانا كام صنف؟ 2 تقريبا. يبقى كده النهارده يا جماعه احب اقول لكم من أنا دلوقتي أعتذر عن نسبه 85% الاسم مش هيتقال بتاع المطعم او الشيف او المطبخ بتاع النهارده. لو الاثنين اللي جم جننونا واو يعني بوم ممكن نقول هنشوف، بس حتى الان بصراحه انا مش مبسوط ولا الولاد مبسوطين. هنجيب اللي بعد كده ونرجع لكم على طول. والان مع الايتم اللي قبل الاخير، والفرص بتقل يا مطبخ كذا. زي ما انتم شايفين دي فراخ مشويه بالصويا صوص، معاها الرز اللي بالطعم الشاوي ده، وسلطه اللي هي سلطه البابا غنوج. سعره بكام؟ هنا التفاوت تاني ب 80 ده 80 80 جنيه. يعني ربع الفرخه من غير صويا صوص 125. وربع هنا اضفت صويا صوص وبقت ب 80. وبقت ب 80، رخصت 45 جنيه. والاولانيه هل كان معاها بابا غنوج 125؟ طب يعني نفس الحاجه. في غلط على ما اظن الشيف بعتته لي في الاسعار، اكيد. طيب دي هندوقها على طول مع الرز. روح لوحدي. حاضر، عشان خاطر عم كوكو ندوقها لوحديها. يلا بينا. الصوص حلو قوي. ممتاز. الصوص حلو قوي. احب اقول لكم هي دي العسل والثوم ولا ايه؟ تيجي فيها توم. ده طعم الصويا دي اللي باين. فيها التوم، بس التوم حاسس ان فيها عسل وتوم، بس التوم قوي هنا. احنا يبقى اتلخبطنا كده في لا، يبقى هو الوحيد اللي اتلخبط، لان الوحيد اللي قال لك الثانيه فيها توم. بص لا ما خد بالك يا ابني، صويا صوص. فين الصويا صوص؟ هنا ده الطعم طعم الصويا باين يا جدعان. لا الطعم انا شايف انه معسل. الطعم معسل وتوم. طيب يا شريف بالله عليكي فهمينا عشان احنا تهنا، والاصناف كلها فراخ فاحنا تهنا اكتر. بس عجبتني قوي جدا، طعمها حلو قوي. بس طبعا مش هتشفع للاسف، الا لو اللي جايه برضو فزعتني كده. تانية. يا ريتنا كنا بدانا بدي بصراحه. يا ابني والله العظيم دي اللي فيها توم، دي كلها توم. هي التانية مكتوب فراخ ممكن مشوية. تبقى هي ام صويا صوص، بس دي مليانه توم وعجبتني. بس فيها توم برضه. مليانه توم ومسكره سنه. التسكيلة دي عسل يا عم. ايوه ما انا عارف اتضحك علينا. برافو. واحد عمال ياكل فيها. برافو، جميله. دي تحفة. بغض النظر ان الفراخ فيها عضه شويه، بس متعه السنين. يا رب يبقى هو ده الايتم الجديد اللي الشيف عاملاه، اللي هو العسل بالثوم، وده اللي احنا حاسينه كطعم. مفيش كلام، ومش تاكله في اي حته تاني غير من هذا المكان. فاتمنى ان الطبق اللي جاي يجي جامد قوي، اجمد من ده، علشان نقدر نقول الاسم. وهنا حصل توضيح ان احنا الاولانيه اللي كنا شاكين انها بالثوم والعسل وما حسيناش بالعسل خالص. فدي ممكن تبقى هي اللي بالصويا صوص، اللي هي الفرخه الاولانيه، الربع فرخه اللي كان لونها محمر. تمام. انما دي متفقين غالبا كلنا الثوم. دلوقتي. يبقى كده معلش، توم يبقى وعسل. كده دي ب 125. وربع الفرخه 80. والله برنس، اقسم بالله انت برنس والله العظيم. يبقى كده عدد براكش الى اصحابها. كده الاسعار ما فيهاش تفاوت. انا اسف يا سعاده الشيف، انا اسف لك والله العظيم. دي سعرها كده. بس هقول لك حاجه، انت اللي لخبطتينا.
كل حاجه فراخ. سامحيني احنا اتلخبطنا لخبطه السنين. لا دي انا مع دي تحفه من تحف الزمن ونفسي اكلها كل يوم. مين حابب يضيف ايه يا اولاد؟ نفس الكلام، ما عنديش اي اختلاف. ارقامكم 10 من 10، مفيش اي اختلاف. واضحه. بس دي بقت ب 125 تستاهل. تستاهل. حلو. طعمها حلو. جميله بصراحه. ايوه. يلا بينا نجيب الخاتمه ونشوف هل هنقدر نقول الاسم ولا لا، لكنني اشك. ورجعنا يا جماعه معاكم باخر حاجه، ودي وجبه ربع فرخه مندي مع الرز ومع البابا غنوج، ودي ثمنها 85 جنيه. هو مبدئيا هي مش فرخه مندي، دي فرخه في الفرن بالصلصه. المندي ده طريقه تسويه، فليست هذه هي. ده على حد علمنا احنا يعني. يمكن مندي مصيص. جاي يعرك بقى، ده جاي يعفي علينا. يلا يا ولاد من دودي اتفضل. طبعا احنا دوقنا الرز ودوقنا السلطه، هندوق الفرخه على طول. اوكي يلا. اتفضل يا عم كوكو. اتفضل يا عم جو. انا دمي خفيف قوي على قلبي. يلا بينا. لطيفه برضه. واخده ريحه الشوي. واخده ريحه الشوي جامد. طعمه وريحه. بس هي الفراخ بتعود. طبعا دي ملهاش دعوه بفكره المندي. لا المندي بيسيح. ما انا من الاول مش شكله قلت لك طعم حلو، بس الشده رخمه شويه. يعني بصوا الرز احنا عارفينه كده كده مفيش فيه جديد. هو نفس الرز. بصوا الخلطه جميله جدا فوق الوصف. طعم الشوي في الفرخه دي حلو قوي، ولكن تسويتها طبعا مش مندي، دي فرن يعني. ما فيهاش كلام، فرن او شوي ايا كان. عجبتني التتبيله، ما عجبتنيش التسويه، ف برضه مش الانبساط الانبهاري. انا صاصه انا ده انا مش انا يا جماعه. احنا يعني مش خلاص بقى، مش هنبقى شيف كبير وشيف صغير كده كده. انا النهارده للاسف مش هنقدر نعرض اسم هذا المطبخ، ودي لاول مره في القناه ان مطبخ يجي معانا، وده يعني للاسف كان ممكن يبقى اتقل مطبخ كاسما، فمش هنقدر نقول اسمه. عم صاصه مش هنقول اسمه. لا مش هنقول اسمه، ما ينفعش. هو كده كده مش هنقول، بس لازم الرأي مشورة يا اولاد. احنا الثلاثه مش موافقين ان احنا نقول اسم. الطبق اللي فات عالمي ويتدرس، اللي هو بتاع الفراخ المشويه بالثوم والعسل. جميل. خلاص ما فيهوش كلام، هو اللي بالثوم والعسل جميل جدا. سعر كميه كواليتي حلو جدا. تقريبا الاربع حاجات التانيين اوت. مفيش حاجه ظبطت او نص. مفيش يمكن غير الملوخيه مثلا مع الملوخيه علشان السعر ماشي. حلو قوي. الملوخيه بس. مش بس والكبده كبده الحمام كانت حلوه. بس الحمامه مش واو. لا الحمامه مش واو خالص. لا وصغيره يعني. يا ريتها صغيره زغاليل اللي هي طعمها حلو. لا ده صغيره ومش مسكره. طيب سامحينا يا شيف والله العظيم، انتي اختنا طبعا، بس للاسف يعني اكيد طبعا نتشرف ان يبقى في تجربه تانية ويبقى فيها تعديل على الحاجات اللي احنا مش ذوقنا الشخصي. النهارده ما ظبطش مع حضرتك. فعايزين ايه يا اولاد؟ عايزين 20,000 لايك شير الفيديو في كل مكان. والنهارده حرفيا نقدر نقول ولا من شاف ولا من دري. واللي لسه ما اشتركش في القناه يشتركوا ويفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلوا كل جديد. وعايز اشكر صاصه طبعا على وجوده الجميل معانا النهارده علشان ياكد راينا احنا الاثنين مع ام كوكو. ونشوفكم على خير في فيديوهات جديده. وكان معكم جو كرش بوي وصاصه وكيرو. سلام.